هذا هو خبز الدار اللي راح يحمر لك وجهك في رمضان. يجي خفيف ومبسس وبزاف هشيش. نحتاج فيه 3 كيلات سميد متوسط نوعيه جيده، كيلة تاع فرينه، مغرف تاع خميره ومغرف تاع سكر ورشه نتاع سانوج. من بعد نخلطهم مليح ونزيد لهم نص كيلة نتاع زيت نباتي نبسس به السميد تاعي، ونبدا نلم بالماء دافي تدريجيا. كي نتحصل العجينه نزيدها الملح ونزيدها نص باكي تاع خميره حلويات، ونبدا نرش العجينه تاعي وندلكها مليح حتى نتحصل العجينه طريه. انا دات لي كيلة ونكثر من النص شويه نتاع الماء. في الاخير نزيدها مغرف زبده تكون طريه وندخلها فيها مليح. نتحصل على عجينه طريه بزاف، نخليها ترتاح 45 دقيقه، نديغازيها، نشكلها خبزات ونحطها في بلاطو يكون مدهون. من بعد ندهنها بالبيض اللي زدت له شويه حليب، رشه تاع جلجلان، ونخليها تطلع 5 دقائق على الاقل قبل ما نطيبها. نتحصل على احسن خبز الدار ممكن تجربوه. بالصحه والهنا.